avec laquelle j'ai grandi, l'Arcade Tlemceni, regardez-moi ça. Ça c'est le farajou de l'époque, hein, naturel, اللي كانوا يديروه روعة. voilà, je reprends شو تاع دقيقة تالية ديري هذاك الفراجو كيف ما كتشوفوا هذه تتسرقزات قالت لك بان الحجر ديال العقل الفاسي المغربي هو مثلي مثال. بعد ما شفت نجوم ودي ستار كبار كيتشكروا في هذا الحجر ديال العقل الفاسي وكيشكروا المغرب على هاد الحاجه الثمينه اللي هي زوينه اللي هي من التراث المغربي. ناضت تسرقزات كعادتها خنشله والسرقه وقالت لك تبعتوا الززايا. المهم ما علينا تسرقزات. شوفي هذا الفيديو ديال لالك المغربيه بالحجر ديالها من تراثها المغربي وهي كدير الميكاب ديالها التقليدي القديم اللي كانوا تيديروه جداواتنا للياتك المغربيات الاصيلات بنات الملوك بنات المملكه وتربيه الملوك ماشي تربيه الرذيله وتربيه بيوت الرذيله. هذا هو العقل الفاسي المغربي. ولا وراه ريحتك عطات سرقازات الا بغيتي الفلوس ماشي بهاد الطريقه. الا بغيتي الفلوس ديرهم بطريقه شرعيه. راه اليوم الدنيا والدار الاخره ماشي بالخنشاله والسرقه وبتخرج العينين. دابا بقى لكم شويه نتوما تسرقوا ونمشيو ندعيو داك مول الحاجه نقولوا للمحكمه نقولوا لي راه سرقناه وراه الدا ديالو اللي سرقنا ليه. هادشي اللي بقى. ما عرفتش والله ما عرفتش فين هي كرامتك فين هي الله اعلم ما عرفتش. المهم هذا الحجر العكر الفاسي المغربي كانوا تيديروا جداواتنا قرون وقرون من اجل التجميل ومن اجل المراه دير الميكاب ديالها ودير المكياج ديالها. وجات هذه دابا هي قالت نسباتو تيري مسانه كما كتشوفوا. والله ما عندي ما نقول. عاشت المملكه المغربيه الشريفه والعاش من خانها ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. عاش الملك محمد السادس. الصحراء المغربيه والصحراء الشرقيه المغربيه وحجر العكر الفاسي المغربي. تحياتي سميرة ريان وحجر العكر الفاسي المغربي.